مساء الخير عليكم. لو عندك فرخة هنعمل صنفين عشا حلوين جدا تقدري تقدميهم في مناسبة رمضان. تقدري لو جالك ضيوف 4 أفراد بالظبط يشبعوا جدا منها. كل التوابل اللي انتوا شايفينها دي انا هشرحها تاني لاني هحطها في نفس الظهر. انا حطيت معلقة ملح، معلقة فلفل، معلقة بابريكا، معلقة كاري، معلقة كركم، كل ده رش وملح، وافضل احطهم وادعك كل الفراخ عشان الجلد يشرب كل التوابل اللي انا حطيتها. انا هكتب لكم برضو التوابل تاني تحت في الفيديو. بعد ما هنخلص كل التوابل دلوقتي هنزود شوية بابريكا عشان تدي طعم اكتر، وابتدي ادعك بايدي الجلد كله عشان الجلد يشرب كل التوابل، وانها بتدي حياء طعمه حلو جدا. هقلب الفرخة الناحية التانية وبرضو هنبتدي نحطه مع بعض. دي رشة توم باودر، بعد كده رشة بصل باودر، وبعدين بابريكا، واحط برضو زي ما حطيت الجزء القداماني، ودي رشة كاري، وبعد كده رشة كركم، بعد كده هحط نص معلقة صغيرة فلفل اسود زي ما انتوا شايفين برشها كده، وبرضو نص معلقة بهارات، اي بهارات عندك، 7 بهارات، بهارات لحمة، بهارات فراخ. بعد كده ملح، معلقة ملح، وابتدي ادعك الفراخ برضو زي ما دعكت الجزء بتاع الوش بتاعها، وادخل التوابل في كل، لو قدرت ادخل ما بين الجلد واللحم ادخله كده اهوت لغايه ما احس انها شربته، واسيبها نص ساعه ترتاح. بعد ما ترتاح نص ساعه هجيب الصينيه بتاعتي، معلقه زبده ومعلقه زيت على نار عاليه، ابتدي احط الفرخه. انا عايزاها تتشوح من الناحيتين زي كانها متحمره بالظبط كده. بعد كده اهوت بروح شايلاهم في طبق، وفي نفس الصوص بحط بصلايه مقطعه صغير، فلفلايه مقطعه صغير، وبطاطسايه كبيره، وبحط كاري وكركم بس لان انا هعملها بطاطس بالكاري. اللي مش حاببها ممكن يحط مكانها طماطم، بس جربوا دايما حاجاتي الجديده، وملح وفلفل. بعد ما بقلب واشوحهم كويس بروح حاطه عليهم كوبايه ميه ويغلوا، واروح حاطه الفرخه عليهم واغطيهم في الصينيه واحطهم في الفرن. بكون عملت رز ابيض، شوفوا طلعات شكلها ازاي مع الخضار، على فكرة طعمها حلو جدا واكلة مختلفة، مش كل حاجة البطاطس بالصلصة، نغير شوية. انا عملت رز ابيض من غير اي حاجة، ورحت حاطة زي ما انتوا شايفين البطاطس حواليه، وبولة كده حطيت فيها البطاطس بالصوص بتاعها عشان اللي حابب يشرب منها او يحط. خدت بقية الفرخة التانية حطيتها برضو شويتها على جنب في نفس الصينية في مكان تاني، وجبت سلقت مكرونة صلصة طماطم عادية خالص. يبقى انت عملتي صنفين من العشاء. وادي نص الفرخة المشوية اللي اتحطت لوحدها في الفرن مع لوحدها، والفرخة التانية نصها حطيته مع البطاطس، وعشاء لذيذ وجميل، وألف هنا.